السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما نبداو ما نساوش الصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين. اليوم عندنا واحد اللغز اللي هو كهف ضافليس. دير الكاسك ديالك إلا عندك، طفي الضوء وخلي بالك معايا. في اليونان وبالقرب من أثينا كان واحد الكهف قديم معروف باسم كهف ضافليس. في السبعينيات قررت الحكومة اليونانية دير أشغال حفر في المنطقة. الروايات تعدت بزاف على السبب علاش بغات الحكومة دير هاد الأشغال، ومن بين هاد الروايات كاين اللي كيقول لك بغات دير دراسة جيولوجية وتشوف واش الكهف فيه مخاطر انهيار، وكذلك تأمن المنطقة حيت قريبة من أثينا. كاين اللي كيقول كاينة كنيسة صغيرة محفورة في الصخر وفيها رموز دينية قديمة بزاف. كاين اللي قال باللي الدولة لقات آثار دينية ومخطوطات غريبة وما بغاتهاش تخرج للعلن، ودخلات باش تجمعها وتسد المكان. بعض الباحثين الجيولوجيين عطاو فرضية ديال أن الكهف فيه شبكة أنفاق سرية اللي ممكن توصل حتى لمدينة أثينا. المهم ما علينا. القصة كتقول باللي الحكومة صيفطات مجموعة من العمال ومهندسين ومعاهم واحد المجموعة من الجنود من أجل الحماية ديالهم باش بداو الأشغال في هذاك الكهف. بداو الأشغال. هذوك العمال كلما كيزيدوا يدخلوا وسط الكهف كيحسوا بواحد الإحساس غريب. بحال شي واحد كيتبعهم، ولكن ملي كيدوروا شوفوا موراهم ما كيلقاو حتى شي حاجه. وهذه تقدر توقع لاي انسان. حنا براسنا كنكونوا بعض الاحيان بالليل في شي مكان مظلم وكيجيونا بحال هاد التهيؤات وكيجيونا بحال هاد الافكار وكيجيونا بحال هاد الاحاسيس ان شي واحد راه مورانا، ولا كيكونوا بحال هاد التهيؤات. المهم هاد العمال ملي كيساليو كيخرجوا يحكيو هاد الشيء حتى واحد ما كيصدقهم. مع مرور الايام بداو كيسمعوا اصوات كتعيط ليهم بالاسماء ديالهم. همسات خافتة، تنفس قريب من الأذن. العمال خافوا ودخلهم الرعب، والصراحة من حقهم يخافوا، وكاين فيهم اللي ما بغاش يكمل العمل وتراجع. ولكن الحكومة اليونانية أصرت باش تكمل الأعمال اللي بداتها في هذا المنجم. بعد الحفر لقاو واحد الكهف جديد وعميق، يعني كهف داخل كهف. والغريب في هذا الكهف هو أن أجهزة الراديو والاتصال
كتخسر بلا سبب. الساعات كتوقف، البوصلة كتدور بوحدها بسرعة، بواحد السرعة جنونية. المكان كيأثر على العقول أكثر من الأجهزة. وهنا خرجات فرضية ديال طاقة غريبة، تشويش مغناطيسي، شي حاجة ما مفهوماش. واللحظة اللي بدلات كل شي هي 3 ديال العمال دخلوا العمق داك النفق وما خرج حتى شي واحد فيه. قلبوا عليهم، عيطوا عليهم بالأسماء ديالهم، داروا جميع المجهودات باش يلقاهم. النتيجة لا أثر، لا دم، لا جثث، ولا حتى تفسير. ومن ذاك النهار توقفت الأشغال، تسد الكاف بلا شرح بلا جواب، والملف تصنف توب سيكريت، سري للغاية.